بسم الله الرحمن الرحيم. معكم معلقكم الرياضي حسام الرفاعي للتعليق على مباراة كبيرة دون أي كلام، هي مباراة الأحلام ومباراة النجوم والأبطال. النادي الملكي ريال مدريد ب 28 بطولة قارية أمام الملك المتوج في القارة الأفريقية النادي الأهلي والمارد الأحمر والشياطين الحمر ب 24 بطولة قارية في استاد الأمير مولاي عبد الله، وأساته الجماهيرية 60,000 متفرج من المباراة قبل نهائي كأس العالم. نبدأ بالتشكيل الأساسي بالنسبة لريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي بطريقة 4-3-3. الأوكراني في حراسة المرمى أندري لونين رقم 13، في قلبي الدفاع رودريغيز الألماني رقم 22، قلب الفرنسي رقم 4، ظهير نايمان ناتشو الأسباني رقم 6، ظهير نايسر كامافينجا الفرنسي رقم 12، في وسط الميدان مودريتش كرواتي رقم 10، توشومان الفرنسي رقم 18، توم كروز الألماني رقم 8، في خط الهجوم فالفيردي الجناح الايمن رقم 10، رقم 15 بالنسبه للمنتخب الاسباني في ناسيو جناح ناصر رقم 20، وامامه رودريغيز البرازيلي رقم 21. مباراه كبيره دون اي كلام. متعوني يلا يا ابطال. التتويج والبطوله بالنسبه للنادي الملكي 4 مرات تتويجا ببطوله كاس العالم للانديه يا مان. ريال مدريد لا يغلب ولا مره في قدور قبل النهائي امام نادي بالنسبه للنادي الاهلي نادي قوي فنيا وتكتيكيا، ولكن الفروقات كبيره يا مان. القيمه التسويقيه بالنسبه لريال مدريد 820 مليون يورو امام قيمه تسويقيه بالنسبه للنادي الاهلي 30 مليون يورو. الكوره في منتصف الميدان، من سيكون الليدر ومن سيكون في الباي باي، وكوره خطيره محمد شريف وبرا ستندم عليها محمد شريف. الكوره الاخطر بالنسبه للنادي الاهلي. الوقت يمر والاحداث امر في مباراه لا تقبل القسم على الاسنان. كل النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلاويه لديها طموح للوصول للمباراه النهائيه مثل الهلال السعودي، وهو يعتبر الثالث بعد الرجاء المغربي والعين الاماراتي. نتمنى كل التمنى لله ان يلعب النادي الاهلي بكل ما اوتي من قوه، يكون النادي الاهلي موفق في المباراه. الكره الخطيره، التوزيع، الكره الاماميه، ولكن الدفاع في التشتيت. حلوه الكره، متعونا يلا يا ابطال، ولكن الكره برا. العب يا اهلي، لا تخاف امام الريال، اذا خفت ستنال كل الكور في مرماك. مباراه كبيره دون اي كلام. النادي الاهلي نادي كبير، ولكن الريال تكتيكيا يخطف الرد القاتل دون اي كلام. الكره من محمد عبد المنعم، ولكن الكره برا. احمد عبد القادر يحاول والركنيه الثالثه. حلوه الكره يا مان، وزع والتشتيت من الدفاع. الشناوي في استلام الكره. المباراة كبيرة دون أي كلام، وبو خطيرة، ولكن الشناوي. حلوة الكرة الخطيرة. الغلطة الأولى منك يا متولي. فينيسيوس يعدي الكرة جنب العارضة اليسرى، ولكن تعدي المرة دي. خد بالك يا متولي، أنت بتلعب أمام أقوى نادي أوروبية ريال مدريد. الأخطاء بأهداف، الأخطاء دايما بأهداف. وعد والعارضة ربنا ستر المرة دي. حلوة الكورة، عدولي كمان وكمان. خد بالك يا شناوي، متولي ليس في الوقت ولا في التمام. متولي تايه في منتصف الدفاع. متولي خد بالك يا متولي. يا متولي. حلوة الكورة من حسين الشحات، نجم النجوم في المباراة الأولى دون أي كلام. حسين الشحات كامافينجا يروح بيمين ويسار ويسدد. الحارس الأوكراني لونين أيدر، الله عليك أندري لونين، حارس كبير. حلوة يا شحات، ممتاز يا شحات. الركنية الرابعة بالنسبة لشحات. حلوة الكرة في منتصف الملعب، ولكن التسديد من حسين الشحات خارج الملعب. يعدي الله يا شحات، نجم المباراة بالنسبة للنادي الأهلي. والكرة بالنسبة للشناوي سهلة يا نيتشو، سهلة يا غالي. الكرة بالنسبة للشناوي خطيرة. الخطأ الأول أمام النادي ريال مدريد، ويحرز الهدف الأول بالنسبة فينيسيوس جونيور.
متولي، انا قلت يا متولي في البداية الغلطة الاولى فورة والغلطة الثانية بهدف يا كبير. جونيور يعدي الاولى ولكن الثانية في هدف الشناوي. الهدف الاول في الشوط الاول في الدقيقة 42. ركز يا اهلي، مش مشكلة يا شباب، ركزوا في المباراة. اهم حاجة تكتيكية، الانضباط والفكر الرياضي اهم حاجة يا شباب. انت بتلعب امام نادي كبير ولديك القدرة ان شاء الله على التعادل. حلوة الكورة مهما كان، ركز يا اهلي. شناوي ولكن كورة برا. حلوة الكورة، حسين الشحات عرضية ولكن التماس بالنسبة لنادي ريال مدريد. العب الاوفا، توزيع وتشتيت من دفاع. مودريتش مع الكورة، يمر الكورة بينية خطيرة. الله، الهدف الثاني ياتي من خطأ فادح بالنسبة للدفاع. وينكم يا دفاع؟ الشناوي يصد الكورة الأولى ولكن الدفاع في الباي باي. الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني بالنسبة لريال مدريد 2-0 يا حبيبي. أنت بتلعب أمام النادي الملكي. وينك يا منعي؟ وينك يا متولي؟ مباراة كبيرة في الأخطاء بالنسبة للنادي الأهلي. وريال مدريد يعتذر ويقول أنا آسف يا أهلي، سأتتوج بالبطولة رقم 5 في تاريخي. ريال مدريد خطيرة من كل النواحي، إن كان ناحية اليمين أو ناحية اليسار. النادي الأهلي قادر على التحدي إن شاء الله. حلوة الكورة ولكن الحارس موجود. العب الكورة العرضية ولكن الكورة في التماس. حلوة الكورة بالنسبة للنادي الأهلي وخطيرة. حسين الشحات خطيرة يا صاحبي. حلوة الكورة، ممتازة محمد الشناوي، ممتازة محمد الشناوي. ريال مدريد يضغط من كل كورة من كل جانب. الأهداف ستدخل في النادي الأهلي كأنك بتلعب في كورة يد. ركز يا أهلي، أنت بتلعب أمام ريال مدريد. العب الكرة خطيرة خطيرة ولكن الشناوي ممتازة شناوي، والتوزيع ولكن سهلة للحارس. الشناوي في التنفيذ. حسين الشحات الله، ضربة جزاء بلانتي حكا. راح يرجع للفار كافينجا. الله عليك يا شحات، رايح يمين ويسار بكافينجا الفرنسي. احتار مين حسين الشحات ده يا جماعه. وضربة جزاء وعلي معلول في التنفيذ. 2-0 ممكن تكون فرصة الرجوع في المباراة. معلول الهدف الاول لمعلول في النادي الملكي. متعني كمان وكمان، ليس هناك شيء يسمى بالمستحيل. متعوني يلا يا ابطال، هي المتعة الكبيرة. 2-1 يا شباب، متعوني يلا يا ابطال. خلونا نقول احلى كلام، هي مباراة الاحلام. الكورة، الهدف، متعة كبيرة بالنسبة للنادي الاهلي. ركز يا معلول، عدي يا حسين شحات، العب الكورة وافشع. يا الله، حرام عليك يا افشع. هدف ثاني ضاع بالنسبة للنادي الاهلي. اخطر كورة بالنسبة للنادي الاهلي في الشوط الثاني امام النادي الملكي. التوزيع من الدفاع، الاهلي يخطر بكل خطوطه ولكن بيرستاو الكورة برا. يا افشع، تعبت قلبنا يا افشع. علي معلول في تنفيذ الركنية ولكن طاير محمد طاهر والحارس. حلوة، اوعى الخطيرة من جونيور، والكورة شكلها فيها ضربة جزاء. سحب رجله الثابتة في التنفيذ. مودريتش يا صاحبي في تنفيذ ضربة الجزاء. وشناوي، الله شناوي، حارس كبير دون اي كلام. انت المتوج في عرينه. متاني يا شناوي كمان وكمان. خلينا اقول فيك احلى كلام، هي مباراة الاحلام بالنسبة للشناوي. وخطيرة الكورة صاحبي.
بعد حراسة المرمى بالنسبة للشناوي. الشناوي حارس كبير أمام مودريتش يصد ضربة جزاء ويعطينا الأمل. مباراة كبيرة يا شناوي، مباراة كبيرة يا معلول، مباراة كبيرة يا محمد يا هاني. نجم المباراة بالنسبة للنادي الأهلي هو حسين الشحات. الحلول الفردية القاتلة بالنسبة للريال مدريد، كرة خطيرة وجول. الدفاع في الباي باي يا مان، والكرة الأخيرة الهدف الثالث بالنسبة لنادي الريال. خطيرة الكرة، العب الكرة يا لو ركز في الدفاع. الكرة التمريرة، الكرة خطيرة ومن الحارس الكرة في الأمام في التوزيع، ولكن الهدف الرابع تأتي الرياح بملاة السفن يا مان. 4-1 أمام النادي الريال. وفي النهاية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.